السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يلا نعمل الكشري الجميل ده بطريقه سهله وبسيطه، ولو جربتوا الطريقه دي دايما هتعملوها. بقطع بصلتين جوليان بالشكل ده، وبحط عليها معلقه من النشا ومعلقه من دقيق، وبقلبهم بالشكل ده. كميه الزيت اللي انا حطاها دي طبعا انا هستخدمها في الكشري وفي الدقه وفي الصلصه. هحمر فيهم البصله بالشكل ده كده. بعد ما احمرت بالشكل ده انا عايزاها اللون ده بطلعها. وطبعا زي ما قلت لكم الزيت ده انا هستخدمه تاني. هحمر فيه الشعريه. بكون اخدت نص كمية الزيت حطيتها في طبق على جنب لان هعمل فيها الصلصة. بحط فصين من الثوم على الشعرية بالشكل ده وبحمرهم معاها، وبعد كده بحط العدس انا مش بسلقه. بسخن المية بخليها تغلي، وبعد كده بحط فيها العدس وبسيبها لحد ما اجهز بقى البصلة واحمرها. بتكون حباية العدس استوت شوية. وهنا بقى كمية الزيت اللي كانت باقية معايا سبت برضو شوية عشان هعمل بيها الدقة. هنا بقى حمرت فيها التومة بتاعة الصلصة بقت بالشكل ده. هحط عليها الطماطم ومعلقة من الخل وفلفل اسود وملح. واحطها بقى على النار لحد ما تتسبك. وهنا هعمل الدقة اللي هي بالخل. حمرت التومة بالشكل ده وخليتها لونها اصفر. بعد كده بحط معلقة من الكزبرة والكمون والخل وعصرة من الليمونة، وهخليها تغلي غلوة واحدة، وبعد كده اطفي عليها لحد ما تبرد. وهنا دقة اللي هي بالشطة. طبعا انا كان عندي صلصة تانية جاهزة. فحطيت فيها معلقتين من الصلصة، وبحمر الشطة بالشكل ده. شكل الرز شكله حلو جدا، وكمان طعمه كان جميل جدا. بالخطوات اللي انا عملتها بالظبط طعمه خطير في منتهى الجمال بجد. جربوا الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. كمان الرز اصلا ممكن يتاكل كده لوحده مع سلطة او اي حاجة جنبها. بجد في منتهى الجمال بيفرق في الطعم. الفص الثوم اللي انا بحطه وبنفس الخطوات اللي انا عملتها امشوا عليها هتلاقوا الكشري طعمه في منتهى الجمال واحسن من بره بكتير. ودايما هتعملوه بالطريقة دي وهتعملوه في البيت ومش هتشتروه خالص من بره. وطبعا لما بنيجي نحط الاكل لولادنا لازم نظبط الطبق ونخليه شكله حلو في اي اكل. مش لازم الكشري. نجرب الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم وتعملوها دايما في البيت. وبلاش نشتري الكشري من بره. لاننا احنا ضامنين الصلصة اللي هنعملها في البيت، وضامنين الدقة، وضامنين كل حاجة احنا عاملينها بايدينا. نزين الطبق ونخلي شكله حلو علشان الاولاد لما يجي ياكلوا الحاجة يلاقوا شكلها حلو، فيكون في اقبال على الحاجة اللي انتي بتعمليها ليهم في البيت. ويا رب يكون فيديوهاتي تنال اعجابكم. وما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك شاهي الشريف، وعلى القناة على اليوتيوب شاهي الشريف. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.